حتى هذه تفرق. جوانب عديده الحقيقه، مقابله كلها دروس، من اول الدروس اللي نقولها يا مغرب ارفع راسك. 8 من 48 في الثامن 48 كاس عالم من كل القارات. انت وصلتنا، المغرب عايشتنا من 11 جوان ل 10 جويلية شهر، فمنتخبات خرجت بعد اسبوع و10 ايام. المغرب عايشنا، المغرب عايش البلاتوات العربيه. شكون اللي عايشنا؟ مصر ثم المغرب. والمغرب بين قوسين برشا ناس ربما يتخلط، المغرب لو تجاوزت مرحله بعد مصر. مرحله بعد مصر، ثم النهائي. مصر في الدور السادس عشر. احنا عندنا قسوه، الربع احنا عندنا قسوه على المغرب، عندنا قسوه مش مبرره. شنو هي القسوه اللي عندنا على المغرب؟ وين المره الاخرى في النصف النهائي لازم يجيك ترفع وتهز الكاس وتروح يلعب وحدك معناها. ما نراوش للمغرب. انا اقول لكل جواد كبوه، تبقى الجواد نتاع المغرب 5 مرات رقصنا وشيخنا، والجواد كان يدور واحنا نشتكوا واحنا نتغنيو بالمغرب. عيب علينا اليوم نجيو نقولوا الجواد هذا هاو. لا عاد وقت نوليو نظلموا. شكون اللي يظلم؟ اللي يستنى في الدوره من العرب اللي ما نجحش، من العرب اللي ما نجحوش. هيك المغرب نتاعكم انت وصلت لها المغرب نتاعنا. ولهذا انا نقول انه المنتخب المغربي حقيقه شرفنا وعرفنا وقدم ما له، وما تقارنوش ب 22 قداش من منتخب بيهز كاس العالم الدوره اللي بعد يخرج من الدور الاول. 98 فرنسا احسبهم الكل اللي هز كاس العالم وخرج من الدور الاول. كثير انك مره في الدور نصف النهائي ومره في الدور الربع النهائي، مش سهله. هذا يمثل هذه يستناو فيك. ثم تلعب ضد شكون؟ تلعب ضد اقوى فريق في العالم، فريق فرنسا. فريق فرنسا ما عندوش ملاعبيه، ما عندوش صواريخ، عنده صواريخ تجري. انا نذكر مدرب تونسي، هاي نعطيها لكم. ايه شنو صاير؟ مدرب تونسي يلعب ضد جمال الامام، لاعب التونسي جو شد المدرب يلعب ضد جمال، شد الظهير الايمن نتاع الفريق، قالوا انت مش احسن جمال الامام. شغزروا في المحاضره قبل المقابله المدافع الايمن، قالوا باهي نحصروا يقول الموتور باش نخلط عليه. الراجل يزفه لازم فيسبا، راجل فيسبا قال اعطيني فيسبا باش نشدوا باش نشد. معناها نفس الشيء. تبارك تشد باركولا يجيك دوي، تشد دوي يجيك مبابي، تشد مبابي يجيك شو اسمه ديمبيلي، تشد ديمبيلي يجيك بولي. وين معناها؟ لكن شوف فما حسره مش بدي عليها جمال، حسره وانا حسيتها. انا نخسر مساحه في يدي. الشوط الاول فرنسا بونو 0-0. انا عنواني بتاع الشوط الاول كي كمل الشوط الاول بونو فرنسا 0-0. بونو شد لك جمعيه كامله، شد لك 45 دقيقه، خلاك في المباراه، خلاك ضربه جزاء وكبر وكذا. قلت بين الشوطين تو، لكن اللي لاحظت وانه فرنسا احترمت المغرب واعطتها قدرها وقيمتها ولا سيبتها. كذا كان فرنسا احترمت المغرب، فان المغرب احترمت اكثر من اللازم فرنسا. صحيح. الاحترام المبالغ فيه اللي يتحول الى خوف. طيب ولات خايفه. ولهذا كنت نتمنى ان المغرب في ال10 دقائق الاخيره عندها الامكانيه باش تلعب كوره، كنت نتمنى انها تلعب كوره. طيب.